لأحمد حسن ورجعت مرة تانية، استلم أبو تريكة، ادى لعماد متعب عايز يخش منطقة 18، وقع على الأرض خد فاول. مظبوط كلام حكم اللقاء. أحمد غانم سلطان عبد الله فاروق بيكلمه، لكن خلاص هداف الزمالك اذا اصبح احمد جعفر ب8 اهداف في هذا الموسم، هو متقدم او متصدر هدافي الزمالك. عماد متعب عنده 7 اهداف واحمد حسن 7 اهداف، لكن يبحث متعب عن هدفه التاسع في مبارياته امام الزمالك دوري وكاس. يبحث ابو تريكة عن هدفه الثامن ليغرد وحيدا في صدارة الهدافين. هذا ابو تريكة والتعادل. من احرز الهدف؟ من قلت لكم انه يبحث عن هدفه التاسع. قلت لحضراتكم قبل هدف احمد جعفر المباراة شكلها من البداية كده بيقول ان فيها كلام، واحمد جعفر جاب جول. قلت لحضراتكم متعب يبحث عن هدفه التاسع في مشاركاته امام الزمالك، ويحرز الهدف بتمريرة رائعة من عرضية لعبها محمد ابو تريكة اهي، والراجل طاير وفي حراسة معاه، لكن في الدقيقة 18 يصحح عماد متعب الاوضاع ويهدي مدربه هدف التعادل. تعود المباراة من جديد لنقطة البداية، تعود المباراة من جديد لنقطة البداية، وهي نقطة الصحوة لجماهير الأحمر.